السلام عليكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض الوحدة الثانية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية، بتتكلم عن الدولة الإسلامية من النشأة إلى العالمية. الدرس الأول بتاعنا هيكلمنا عن شبه الجزيرة العربية قبل وبعد ظهور الإسلام. أولا هنتكلم عن أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية في ظهور الإسلام. أخبار العرب كانوا عاملين إيه في منطقة شبه الجزيرة العربية اللي إحنا مطلقين عليها دلوقتي دولة السعودية؟ بيقولي تنوعت ملامح حياة العرب ما بين حياة سياسية وحياة اقتصادية وحياة اجتماعية وحياة ثقافية وأخيرا الحياة الدينية. هنتكلم مع بعض عن الحياة في شبه الجزيرة العربية اللي هي ظاهرة في الخريطة اللي قدامك دي، شكل خريطة شبه الجزيرة العربية اللي زي ما قلنا مع بعض هنطلق عليها السعودية. هنتكلم أول حاجة عن الحياة السياسية. أخبار الحياة السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل ما يظهر الإسلام كانت عاملة إزاي؟ قال لي كان النظام الحكم السائد، معنى كلمة السائد يعني المنتشر، هو النظام القبلي. كلمة قبلي جاية من كلمة قبيلة، وهنعرف مع بعض دلوقتي يعني إيه نظام قبلي ويعني إيه كلمة قبيلة. بس قبل ما نعرف ده بيقول لي ليه؟ بما تفسر كان النظام الحاكم المنتشر أو السائد نظام الحكم هو النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية. قلت له بسبب الحروب وبسبب الخلافات ما بين القبائل. كانت دايما القبيلة دي والقبيلة دي والقبيلة دي بمعنى مبسط كده يعني مجموعة من الناس بتبدأ تتخانق مع القبيلة التانية، فيحصل ما بينهم حرب، يحصل ما بينهم خلاف. فبسبب الحروب وبسبب الخلافات ما بين القبائل خلى النظام الحكم السائد المنتشر في شبه الجزيرة العربية قبل ما يظهر الإسلام هو النظام القبلي. وأشهر القبائل في ذلك الوقت كانت قبيلة قريش. تعالى بقى ناخد مع بعض ما المقصود بالقبيلة. يعني ايه كلمة قبيلة؟ زي ما المنظر والصورة ظاهرة قدامنا كده يا شباب، بيقول لي القبيلة دي مجموعة أو جماعة من الناس كلهم بينتموا لأصل واحد ونسب واحد، يعني كلهم يعتبروا قرايب من أصل واحد ونسب واحد، وليهم عادات خاصة بيهم هم تبع القبيلة بتاعتهم، وليهم تقاليد مشتركة ما بينهم وبين بعضهم. يبقى لما يجي يقولك في الامتحان ما المقصود بالقبيلة، بتقول له هي جماعة من الناس ينتمون لأصل ونسب واحد ولهم عادات وتقاليد مشتركة. طيب امال ايه المقصود بالنظام القبلي اللي احنا قلنا من شويه ان هو الحكم السائد ونظام الحكم السائد المنتشر في شبه الجزيره العربيه، وده قبل ما يظهر الاسلام. يعني ايه كلمه نظام قبلي؟ قال لي ده نظام بيتكون من قبائل متفرقه، كل قبيله ملهاش دعوه بالقبيله اللي جنبها تماما، لكل قبيله شيخ بيحكمها. شيخ ده معناه ان هو الاكبر واحد في القبيله، اكبر واحد في السن، اكتر واحد عنده حكمه، اكتر واحد يعرف يحل الاراء يحل المشاكل، ناخد رايه في حاجه. فلكل قبيله شيخ يحكمها. معنى كده ان القبيله دي ملهاش علاقه بالقبيله التانيه، ولما بيحصل ما بينهم حروب وخلافات عشان كده ظهر النظام القبلي. يبقى لما يجي يسالك ويقول لك ما المقصود بقبيلة، بتقول له هو جماعة من الناس ينتمون لأصل ونسب واحد ولهم عادات وتقاليد مشتركة. طب إيه المقصود بالنظام القبلي؟ أقول له هو نظام يتكون من قبائل متفرقة وكل قبيلة شيخ يحكمها. تاني حاجة هنتكلم عليها يا شباب هي الحياة الاقتصادية. يبقى احنا اتكلمنا قبل كده عن الحياة السياسية وقلنا النظام القبلي هو النظام السائد، وعرفنا يعني ايه معنى كلمة قبيلة، وعرفنا يعني ايه كلمة نظام قبلي. في الحياة الاقتصادية هيقول لي مارس سكان شبه الجزيرة العربية العديد يعني الكثير من الحرف، زي مثلا حرفة الرعي. معناها ايه حرفة الرعي دي؟ حرفة الرعي معناها انه بيرعى الغنم، يهتم بالغنم، يطلع بيه الصبح ياكل ويشرب ويرجع بيه تاني للمكان اللي كان بيربيه. فدي معناها حرفة الايه؟ الرعي. الحرفة دي هي كانت الحرفة السائدة، خلاص اتفقنا مع بعض بقى معنى كلمة سائدة يعني منتشرة. فلما يجي يسألك في الامتحان اكتب المصطلح الجغرافي اكتر الحرف انتشارا في شبه الجزيرة العربية، اقول له حرفة ايه؟ برافو، الرعي. تاني حاجة هي الصناعة.
اتميز العرب بصناعة السيوف اللي هي جمع كلمة سيف، اتميزوا بالرماح اللي هي زي الأسهم اللي بنرميها على الفريسة، اتميزوا كمان بالأواني الفخارية اللي هي زي الطبق اللي بنعمله من الطين. طيب في حرف تاني قلت له التجارة. اشتهر العرب جدا بالتجارة، اشتغلوا بالتجارة، وكانت أشهر رحلات التجارية هم رحلتين حتى كمان مذكورة عندنا في القرآن الكريم، وهي رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وبالمرة نقول لك معلومة إن العرب كانوا مشهورين جدا بالبلاغة وحب الشعر. يعني إيه بلاغة؟ يعني بيعرفوا يقولوا شعر حلو جدا، بيعرفوا يتكلموا باللغة العربية الفصحى، ما بيغلطوش في أي حاجة، فكان عندهم فصاحة اللسان والبلاغة. تعال نشوف مع بعض ده شكل الحرفة اللي هي منتشرة، أكثر حرفة منتشرة في شبه الجزيرة العربية، وهي حرفة رعي الأغنام. وده السيوف اللي كانوا بيعملوها في الصناعة، ودي الرماح اللي كانوا برضو بيصنعوها في الصناعة، ودي الأواني الفخارية اللي كانوا مشتهرين بيها في الصناعة. وهنا قدامك شكل مبسط لشبه الجزيرة العربية بيبين لي الرحلتين المشهورين اللي كانوا في شبه الجزيرة العربية، وهي رحلة الصيف يروحوا للشام، ورحلة الشتاء يروحوا لليمن. طب تعرف ليه في الصيف بيروحوا للشام وفي الشتاء بيروحوا لليمن؟ قال لي لو وسعنا الخريطة شوية هنلاقي في الجنوب تحت خالص هنا أكتر من كده كمان دائرة الاستواء. فلما دائرة الاستواء بتبقى موجودة في مكان فدرجة الحرارة بتعلى، فقالوا لي يبقى في الشتاء لما تكون درجة الحرارة برد بننزل إلى الجنوب، فيبقى رحلة الشتاء هنروح لليمن، أما لما يجي في الصيف فاحنا بنروح إلى الشام عشان نبعد عن دائرة الاستواء. تالت حاجة هنتكلم عليها يا شباب هي الحياة الاجتماعية. يبقى احنا اتكلمنا كده عن الحياة السياسية والحياة الاقتصادية، وهنتكلم عن الحياة الاجتماعية. يعني هنتكلم عن المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان عامل ازاي. بيجي لي سؤال بيقول لي دلل، يعني اثبت ان المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بينقسم إلى أكتر من طبقة اجتماعية مختلفة عن التانية. قلت له بالفعل هو انقسم لطبقة أغنياء، ودي تشمل التجار اللي بيعرفوا يتاجروا ويبيعوا ويشتروا ويعملوا رحلتين الشتاء والصيف، تشمل أصحاب الأراضي اللي معاهم أكتر من أرض زراعية مثلا، تشمل اللي معاهم مراعي اللي بتراعي فيها الحيوانات. دي أول طبقة. أما الطبقة التانية فهي كانت طبقة صغار التجار، يعني التجار بس هنحطها في طبقة الأغنياء، صغار التجار هنحطها في الطبقة التانية، ومعاهم كمان الحرفيين اللي بيعرفوا يعملوا الشغلانة بإيديهم. أما الطبقة الثالثة فهي تبقى فقراء والعبيد. يبقى لما يجي يقول لي كده المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بينقسم إلى أكتر من طبقة، بقول له صح. طب تعالى نثبت أو ندلل على إيه كده، هقول له في طبقة أغنياء، في طبقة صغار تجار وحرفيين، في طبقة فقراء وعبيد. المعلومة التانية بيقول لي إن الناس في شبه الجزيرة العربية بيعيشوا في قبائل، ودي عرفناها من أول مرة، وكل قبيلة قلنا ليها عادات وتقاليد مختلفة ومتنوعة وبتميز القبيلة دي عن القبيلة التانية. عندهم صفات حسنة للعرب، يعني حاجات كويسة بيعملوها، زي مثلا كانوا يتصفوا بالشجاعة، كانوا يتصفوا بالكرم. الكرم ده اللي هو أي حد ضيف عندهم بيضيفوه حلو جدا، ما بيتصفوش بالبخل تماما، بالعكس عندهم حاجة اسمها الكرم. تالت حاجة عندهم الوفاء بالعهد، يعني لو حد منهم قال كلمة لازم ينفذها، لازم تكون عنده المقدرة إنه ينفذها، يا إما ما يقولهاش أصلا. يبقى ده اسمه الوفاء بالإيه؟ بالعهد. يبقى لما يجي في الامتحان ويقول لي أكمل من الصفات الحسنة للعرب، أقول له شجاعة، كرم، وفاء بالعهد. طيب للأسف برضه هم بني آدمين عاديين، فأكيد عندهم صفات حسنة وعندهم صفات سيئة. من ضمن الصفات السيئة اللي عندهم هي شرب الخمر، كانوا بيشربوا الخمرة. اتنين، الأخذ بالثأر. معنى ايه كلمة الأخذ بالثأر دي؟ يعني لو حد من القبيلة دي موت حد من القبيلة التانية، لازم القبيلة التانية تاخد بالطار بتاعها زي ما احنا بنقول كده، وتروح تقتل حد من القبيلة اللي قتل منهم الشخص. فنفضل نقتل ده يقتل في ده وده يقتل في ده، وده طبعا عادة سيئة جدا. يبقى أول صفة سيئة للعرب هي شرب الخمر، تاني صفة سيئة هي الأخذ بالثأر، تالت صفة هي وأد البنات. معنى كلمة وأد البنات يعني بيقتلوا البنت أول ما تتولد وهي حية.
يعني الشخص مثلا بيفضل منتظر كده لما تبقى زوجته حامل، فبيستنى يعرف اول ما تولد هو بنت ولا ولد، واول ما يعرف ان هي بنت ياخدها ويروح يدفنها جنب البيت وهي حية، ودي اسمها وأد البنات. ودي من الحاجات اللي هينزل الإسلام وهيحرمها. رقم 4 هي لعب الميسر. معنى كلمة لعب الميسر إن إحنا نلعب أي لعبة ونحط بداخلها الفلوس. يعني مثلا أقول أنا وزميلي إحنا هنلعب لعبة مثلا شطرنج، أو هنلعب لعبة مش عارفة إيه، وعلى فلوس، اللي هيكسب هياخد فلوس. دي من ضمن الصفات السيئة واللي برضو هينزل الإسلام فيما بعد ويحرمها. العادات دي اللي هي زي شرب الخمر والأخذ بالثأر ووأد البنات ولعب الميسر لسه موجودة. قلت له اختفت هذه العادات مع نزول الإسلام وانتشرت الصفات الحميدة. يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا عن الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن الحياة الدينية. بيقول لي كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. قلت له يعني ايه مهد لكثير من الأنبياء؟ قال لي يعني دي المكان اللي بدأ فيه نزول الأنبياء ان هم ينزلوا. قلت له بالظبط. لما يجي يقول لك دلل على كده اثبت، هقول له كان في نبي اسمه النبي هود عليه السلام، والنبي صالح عليه السلام، والنبي شعيب عليه السلام. يبقى لما يجي يسألك كانت شبه الجزيرة العربية مهدي لكثير من الأنبياء، بقول له صح. تعال ندلل على كده، أقول هناك النبي هود صالح شعيب. هود صالح وشعيب. بكده نكون عرفنا مع بعض إن شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء. إيه النتيجة بقى على كده؟ إيه اللي حصل؟ ما النتائج لما كانت شبه الجزيرة مهدا لكثير من الأنبياء؟ قلت له عرف أهلها عبادة الله الواحد، ولكن مع مرور الوقت بدأت الناس تبعد، أو ابتعد بعض الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وظهرت ما بينهم عبادات غير رسمية ومش نازلة من عند ربنا سبحانه وتعالى ومش نازلة من السماء، وهي عبادة الأصنام. يبقى لما يجي يسألك إيه النتيجة إن شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من الأنبياء، أقول له أهلها اتعرفوا بعبادة الله الواحد الأحد، ولكن مع الوقت بقى وعدى سنين وعدى مئات السنين بدأت الناس تبعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وظهرت عبادات غير رسمية زي الصورة اللي ظاهرة قدامنا وهي عبادة الأصنام. خامسا يا شباب هنبدأ نكمل الدرس وبنتكلم عن الحياة الثقافية. اشتهر العرب زمان بالشعر والخطابة. كلمة شعر يعني حد يعرف يكتب كلمات منظمة مع بعض بيحكي بيها قصة، بيحكي بيها موقف حصل له، ولكن بطريقة منظمة وبلغة عربية جميلة جدا. فاشتهر العرب جدا بالشعر. كمان اشتهروا بالخطابة. يعني ايه خطابة؟ يعني ان الشخص يكون قادر يقف في سوق كبير قدام ناس كتيرة ويبدأ يخطب في الناس باللغة العربية بتاعته الفصحى وما يغلطش في حاجة ويكون عنده لباقة في الكلام. فاشتهر العرب بالشعر والخطابة. وكانت الأسواق مكانا لتنافس الشعراء، إن الشاعر ده يقف مع الشاعر ده، وده يقول شعر وده يرد عليه بشعر، وده يقول شعر وده يرد عليه بشعر، وكمان مكان لتنافس الخطباء. يبقى الأسواق زمان ما كانتش بس عشان نبيع ونشتري، لا، دي كانت مكان يتنافس فيه الشعراء والخطباء. زي مثلا أشهر الأسواق اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية سوق يسمى سوق عكاظ، ودي صورة مبسطة للسوق. وسوق تاني يسمى سوق ذي المجاز. يبقى أنا عندي سوقين مشهورين جدا اشتهروا في شبه الجزيرة العربية وكانوا مكان لتنافس الشعراء، وهما سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. بكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض الحياة في شبه الجزيرة العربية، أو ملامح الحياة في شبه الجزيرة العربية قبل ما يظهر الإسلام. تاني جزء من الدرس هيبدأ يكلمني طب لما ظهر الإسلام بقى الحياة كانت عاملة إزاي؟ قلت له نتيجة لما شهدته شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام من البعد عن عبادة الله الواحد الأحد، فكانوا بحاجة جدا جدا ومحتاجين جدا إن يظهر فيهم نبي. فكان ربنا سبحانه وتعالى أرسل ليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا ليه؟ ليه شبه الجزيرة العربية كانت محتاجة لظهور نبي؟ قلت له ليرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد، عشان يدل الناس ان نرجع تاني لعبادة الله الواحد الأحد وما نشركش معاه حد في العبادة.
ويبدأ ينشر العدل ويبدأ ينشر المساواة ما بين الناس. يبقى لما يجي يسألنا كده في ظهور الإسلام تقول له كانت شبه الجزيرة العربية في حاجة إلى ظهور نبي، بقول له صح. ليه؟ ليرشد الناس لعبادة الله الواحد الأحد ويبدأ ينشر العدل وينشر المساواة ما بين الناس. هنبدأ نتكلم مع بعض يا شباب عن مولد ونشأة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في 12 من شهر ربيع الأول عام 570 ميلادية. ولد محمد وكان يتيما. معنى كلمة يتيم يا شباب يعني مولود من غير ما يشوف باباه، أو باباه توفى قبل ما هو يتولد. كان يتيما بعد أن توفى والده، ووالده يسمى عبد الله، يعني هو كده اسمه محمد ابن عبد الله. توفى والده عبد الله قبل ولادته. أما أمه فهي تسمى آمنة بنت وهب. يبقى لما يجي يسألني في الامتحان أين ولد محمد، أقول له في مكة المكرمة. في أي شهر، أقول له 12 من ربيع الأول. في أي عام، أقول له 570 ميلاديا. كان محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، صح ولا غلط؟ أقول له صح. توفى والده عبد الله قبل ولادته، أقول له صح. كانت أمه اسمها، هنقول آمنة بنت وهب. عرف مولد محمد صلى الله عليه وسلم أو العام اللي اتولد فيه بعام الفيل. السؤال هنا ليه السنة اللي اتولد فيها محمد صلى الله عليه وسلم بعام الفيل؟ أقول له لأن حصل حدث في السنة ديت مهم جدا، وهو إن في ملك اسمه إبرهة الحبشي. إبرهة الحبشي نسبة إلى البلد اللي هو جاي منها اللي هي الحبشة، حاول يهدم الكعبة اللي كانت موجودة في مكة. هتيجي تسألني هي الكعبة كانت موجودة قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول له أيوة، لأن اللي بنى الكعبة المشرفة هو سيدنا إبراهيم وليس محمد، فبالتالي الكعبة كانت موجودة. فيقول له بقى ايه؟ عرف مولد محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السنه اللي اتولد فيها محمد، هي نفس السنه اللي حصل فيها ان ابرهة الحبشي حاول يهدم الكعبه بجيش كبير من الفيله، زي ما انت شايف في الصوره كده. جمع جيش كبير، قعد يفكر ايه الحيوان الضخم اللي يقدر يهد الكعبه، فجمع جيش كبير من الفيله وراح بيه لحد الكعبه عشان يهدمها. ولكن سبحان الله، الله من فوق 7 سماوات حفظ بيته ولم تهدم الكعبة في ذلك الوقت، ولكن سمي هذا العام أو السنة دي بالحدث دوت وهو عام الفيل. تعالى نبدأ نكمل كلامنا عن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق. بيقول لي عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ديار تسمى ديار بني سعد عند مرضعته السيدة حليمة السعدية. يبقى احنا كده خدنا يا شباب أبو محمد صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله، وأمه تسمى آمنة بنت وهب، ومرضعته تسمى حليمة السعدية. محمد صلى الله عليه وسلم معاش مع مامته في أول سنواته. اللي كان منتشر وعادات القبيلة اللي كان منها محمد صلى الله عليه وسلم، مش احنا قلنا كل قبيلة ليها عادات وتقاليد؟ فمن ضمن عادات القبيلة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم ان اول ما بيتولد البيبي او الطفل بيتاخد لحد تاني غير مامته، هي اللي بتقوم على رضاعته. فكانت مرضعة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى حليمة السعدية. ودوا محمد صلى الله عليه وسلم لديار بني سعد عند مرضعته السيدة حليمة السعدية، واكتسب منهم من المنطقة اللي عاش فيها، عشان هو عاش هناك في الصحراء أو احنا بنسميها البادية. اكتسب منهم 3 حاجات مهمين جدا: فصاحة اللسان، بيعرف لما كبر شوية يعرف يتكلم حلو قوي باللغة العربية الفصحى، وكمان اكتسب قوة البنيان، يعني كان جسمه قوي جدا، واكتسب رجاحة العقل. معنى كلمة رجاحة العقل إنه لما يقع في مشكلة ما يقدر يحلها ويقدر يحكم عقله فيها. عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب حتى توفيت وهو كان عنده 6 سنين بس. يبقى عاش النبي محمد مع أمه آمنة بنت وهب حتى توفيت وهو في سن السادسة من عمره. طيب مين هيتولى رعاية محمد؟ هو ما زال طفل عنده 6 سنين. تولى جده عبد المطلب رعايته. يبقى من البداية كده يا شباب، أول حاجة ممكن يجي يسألك مين مرضعة محمد؟ هتقول له حليمة السعدية. طب هو عاش مع أمه آمنة بنت وهب قد إيه؟ قلت له اللي هو حد عنده 6 سنين. ومين تولى رعايته بعد كده؟ أقول له جده عبد المطلب تولى رعايته، ثم توفى جده عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمر
ال8 سنوات، يعني قعد مع جده سنتين بس. يبقى كده اللي تولى رعاية محمد صلى الله عليه وسلم مرضعته، ثم أمه آمنة، ثم جده عبد المطلب. طب احنا كده عرفنا يا شباب ان جد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم توفى وهو في الثامنة من عمره. مين برضه هيتولى رعاية محمد صلى الله عليه وسلم فهو ما زال طفلا؟ قلت له عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرة دي بقى في بيت عمه، وعمه يسمى أبي طالب. طيب اشتغل محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفل فأشهر حرفة موجودة عندهم في شبه الجزيرة العربية، وهي كانت حرفة ايه؟ فكرني. برافو، حرفة الرعي. اشتغل محمد صلى الله عليه وسلم في حرفة رعي الأغنام. السؤال ليه بقى؟ بما تفسر عاش النبي محمد في بيت عمه وعمل برعي الأغنام؟ قلت له لكي لا يكون عبئا على عمه. يعني ايه عبء؟ قلت له يعني عشان هو ما يحسش ان هو تقيل قوي على عمه، خصوصا ان عمه كان مخلف اطفال كتير جدا، فبالتالي كمان هيرعى واحد جديد ويسمى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد قال عشان ما يبقاش عبء على عمه فاشتغل في رعي الأغنام. يبقى لكي لا يكون عبئا على عمه. وفي شبابه لما كبر محمد اشتغل بالتجارة. يبقى أول شغلانة اشتغلها محمد صلى الله عليه وسلم هي حرفة رعي الغنم، تاني شغلانة اشتغلها هي التجارة. وقد لقب محمد صلى الله عليه وسلم من كتر ما هو صادق وعمره ما كذب قط، يعني أبدا، لقب بالصادق. وبما إنه بيشتغل في التجارة فاتعرف عنه الأمانة، إني لو سبت عنده أمانة وجيت بعديها بعد سنة 2 3 10 برجع ألاقيها زي ما هي. فلقب محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ولما كبر محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد، وأنجب منها الذكور 2، يعني من الولاد أنجب 2، ومن البنات الإناث أنجب 4. يعني هو من السيدة خديجة عنده 4 بنات وولدين. بكده يا شباب نكون اتعرفنا مع بعض على طريقة نزول جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بالوحي، ومن الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يكون نبي هذه الأمة، وهو ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد. تعال بقى نتكلم مع بعض عن مراحل الدعوة في الإسلام. يعني بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما خلاص عرف ان هو نبي هذه الأمة هيدعو ازاي للدين الجديد اللي نزل عليه ويسمى الإسلام. مرت المرحلة دي بأربع مراحل. المرحلة الأولى اسمها الدعوة السرية، يعني تقريبا مش هيقول لحد، اسمها سرية، هيقول بس القرايب المقربين قوي، هيقول لزوجته السيدة خديجة، هيقول لصاحبه المقرب، هيقول لأهله، بس كده. وبعد كده المرحلة الثانية هتبدأ الدعوة الجهرية، يعني هيجهر بالدعوة بتاعته، يعني هيعلي صوته وهيقول ان هو نبي وهيقول للناس كلها، وكمان هيقول ان هو نبي ونزل عليه دين يسمى دين الإسلام، ولكن دون مواجهة، مش هيحصل قتال تماما في المرحلة دي. المرحلة الثالثة والرابعة، الثالثة هي هيبني الدولة الإسلامية وهيصد أذى المشركين عليه، لأن هم هيعذبوه وهيعذبوا المسلمين اللي أسلموا معاه. أما المرحلة الرابعة والأخيرة هيبدأ بيها الفتح الإسلامي على العالم كله، يعني هيحاول ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. تعالى مع بعض نتكلم عن أول مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة سرية الدعوة، اللي اتفقنا مع بعض ان اسمها سرية، يعني مش هيقول لحد كتير. فبيقول لي أول حاجة استمرت المرحلة دي 3 سنين. قعد بعد ما عرف ان هو نبي هذه الأمة 3 سنين في مرحلة اسمها سرية الدعوة. بدأ يدعو فيها مين بس؟ أهل بيته، أصحابه المقربين ليه، في سرية تامة، ما قالش لحد تاني. وقال للي قال لهم لأصحابه بيته إن ما يقولوش لحد. السؤال ليه؟ بما تفسر ما قالش لحد وكانت سرية؟ خوفا من أذى قريش، عشان كان خايف من أذى القبيلة بتاعته اللي هو كانت فيه، لأن هو كده هيخالف القبيلة بتقول إيه، وهيخالف القبيلة اللي بتعبد الأصنام، وهو بيقول لهم نعبد الله الواحد الأحد، فبالتالي قريش ممكن تأذيه. فقعد 3 سنين ما بيقولش لحد غير لأهل بيته وأصحابه والمقربين ليه، خوفا من أذى قريش. ومن أبرز، يعني من أشهر من آمنوا معاه في هذه المرحلة هي زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وابن عمه علي بن أبي طالب، وصديقه المقرب أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
يبقى ممكن يجي يسألك سؤال: من أول من أسلم بمحمد من النساء، هقول له سيدة خديجة. ومن أول من أسلم من الصبية، يعني من الأطفال الصغيرين، هقول له ابن عمه علي بن أبي طالب. ومن الرجال هيكون أبو بكر الصديق. بعد كده عشان يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم يقول لغيره ويقول للمقربين وأهل بيته إن في الإسلام وإن هو نبي هذه الأمة، بدأ يختار مكان يتجمعوا فيه. فوقع اختياره على دار، يعني بيت واحد اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم. اتخذ النبي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكأنها مدرسة بيعلم فيها المسلمين وبيعلم فيها مبادئ الدين الإسلامي. تاني مرحلة يا شباب هنتكلم عليها هي مرحلة الدعوة الجهرية. هيبدأ محمد صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ما بين الناس. أذن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن دعوته. خلاص خلصوا ال3 سنين بتاعوا المرحلة السرية، ابدأ قول للناس كلها إن أنت نبي وإن نزل عليك دين. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم محمد عن طريق إيه؟ قلناها قبل كده، عن طريق الوحي اللي بينزل عن طريق جبريل عليه السلام. طب إيه النتيجة لما محمد أعلن دعوته للناس كلها؟ خافت قريش على مكانتها، لأن قريش كانت من أهم القبائل في الفترة ديت في بين قبائل شبه الجزيرة العربية كلها، وخافت على مكانتها. يعني ايه يطلع حد مننا من قبيلتنا يقول نسيب عبادة الأصنام ونعبد الله الواحد الأحد؟ ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ فخافت قريش على مكانتها وعلى نفوذها ما بين القبائل. فقامت يا ترى بإيه؟ قامت قريش بإيه بقى يا شباب؟ السؤال يجيلي: وضح لي موقف قريش من دعوة الرسول. يا ترى قريش عملت إيه لما عرفت إن محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو من ضمن قبيلتها من ضمن أبنائها بيدعو لعبادة الله الواحد الأحد، وإن هم يتركوا عبادة الأصنام اللي بيعبدوها من زمان جدا، من آبائهم وأجدادهم بيعبدوا عبادة الأصنام. أول حاجة عملتها قريش هي إيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس إيذائه، وبدأت تتهمه بالسحر، بتقوله لا الكلام اللي انت ساحر، الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، وكمان اتهمته بالجنون. يبقى موقف قريش من دعوة الرسول رقم 1 إيذاء النبي. 2 بدأوا يتهموه بالسحر والجنون. 3 لما ما لقتش الناس مستجيبة لكلامهم إن محمد صلى الله عليه وسلم متهم بالسحر والجنون، إن في ناس صدقت وفي ناس ما صدقتش. لا احنا عارفين محمد زمان ده معروف عنه الصدق والأمانة، سحر ايه جنون ايه؟ لا. فبدأت قريش تتخذ أسلوب جديد وهو التفاوض معه. راحت لمحمد صلى الله عليه وسلم زعماء قريش كلهم راحوا له وقالوا له احنا هنتفاوض معاك، وحاولوا يغروا محمد بالمال. قالوا له هنديك فلوس كتير جدا بس بطل تقول الكلام اللي انت بتقوله، بطل نقول نعبد ربنا وخليك زينا في عبادة الأصنام. لو مش عاجباك الأموال هديك الزعامة، هتخليك زعيم قبيلة قريش كلها، هديك السلطة. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لا قبل المال ولا قبل الزعامة ولا قبل السلطة، يعني رفض محمد صلى الله عليه وسلم التفاوض معهم. طيب بما انه محمد رفض التفاوض، طب هيعملوا ايه؟ 3 بدأوا يعذبوه ويعذبوا اي حد يعرفوا انه بقى مسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم. 4 فرضوا عليهم حصار المسلمين ومقاطعتهم. قلت له يعني ايه مقاطعتهم؟ يعني لا هنبيع معاكم ولا هنشتري منكم. فبالتالي الفلوس بتاعت المسلمين هتبدأ تقل مرة في التانية في التالتة لحد ما يلاقوش فلوس تماما او ما يلاقوش دخل يجيب لهم الأكل والشرب. يبقى كده عندي 4 حاجات عملتها قريش وده موقفها من دعوة الرسول. 1 إيذاء النبي واتهامه بالسحر والجنون. 2 بدأوا يتفاوضوا معاه ويغروه ويعملوا على إغراءه بالمال والسلطة والزعامة ولكنه رفض. 3 تعذيب وإيذاء المسلمين. 4 عملوا حاجة اسمها حصار المسلمين ومقاطعتهم، ودي معناها عدم البيع والشراء منهم. طب يا ترى رد فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على إيذاء قريش له وللمسلمين إيه؟ رد محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ طول 1 حث يعني نصح المسلمين على الصبر والتحمل، قال لهم اصبروا وتحملوا الإيذاء عشان خاطر إن إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. 2
أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. يبقى أول حاجة عملها محمد قال لهم اصبروا يوم 2 3 4 سنة، وبعد كده أدرك محمد إن في مسلمين مش هيقدروا يصبروا أكتر من كده، فراح أمرهم إن هم يهاجروا ويسيبوا مكة المكرمة ويسيبوا شبه الجزيرة العربية كلها ويروحوا المنطقة اسمها الحبشة. السؤال هنا بقى، اشمعنى الحبشة؟ بما تفسر اختيار محمد صلى الله عليه وسلم للحبشة بالذات عشان أصحاب المسلمين يهاجروا ليها؟ قال لي لأن الحبشة أو البلد دي في الفترة دي كان فيها ملك اسمه الملك النجاشي. الملك ده كان عادل لا يظلم عنده أحد، فكان أصحاب الرسول هيروحوا للملك النجاشي ويقولوا له إحنا مسلمين واتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهلنا وقبيلتنا بتأذينا، فإحنا جايين هنا نتحامى فيك. ده الملك النجاشي. رقم 3 عملها محمد أو موقف محمد، هو حاول نشر الدعوة في مكان تاني خالص. قال خلاص بقى مكة مش قبلاني، قبيلة قريش قبيلتي مش قبلاني، هختار مكان تاني أدعو فيه للإسلام. فوقع اختيار محمد على الطائف، ودي مدينة ولكن أهلها قابلوه بالأذى زي ما عملوا أهل مكة بالظبط. فعاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة أخرى. يبقى لما يجي يسألك وضح رد فعل النبي من إيذاء قريش، أقول له رقم 1 حث المسلمين على الصبر والتحمل. 2 أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، بما تفسر اختيار محمد للحبشة لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد ويسمى النجاشي. 3 حاول ينشر دعوته في مكان تاني غير مكة وهي أهل الطائف. طيب ممكن يجي لي سؤال يقول لي وضح موقف أهل الطائف من دعوة محمد، أقول له قابلوه بالأذى، قابلوه بالأذى، فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم للعودة إلى مكة. آخر حاجة هنتكلم عليها يا شباب، بكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأولاني أو الدرس الأول في الوحدة الثانية في الصف السادس الابتدائي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية. بيقول لي إيه النتيجة لما استمر النبي في دعوة القبائل إلى مكة في موسم الحج؟ تعالى نفهم الجزئية دي. محمد لما لقى الطائف رفضوه، هو محمد كان عايش في مكة وولد في مكة يعني جنبه الكعبة اللي احنا اتفقنا ان هي موجودة من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت في ناس كتير جدا من مناطق كتيرة بتيجي تعمل تعبد الأصنام وتتبرك بالأصنام اللي هي حوالين الكعبة. فمحمد فكر قال بدل ما أنا أروح لهم، هم كده كل سنة أصلا بيجوا. فاستمر النبي في دعوة القبائل اللي بيجوا لمكة في موسم الحج. طب ايه النتيجة على كده؟ قلت له استجاب له وفد يعني مجموعة من الناس كتير جدا بدأوا يستجيبوا لمحمد، وكان الوفد ده من أهل يثرب. يثرب دي مدينة اللي احنا دلوقتي بنسمينها المدينة المنورة. يبقى استجاب له وفد من أهل يثرب وبدأوا الدخول في الإسلام. وبكده يا شباب نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول شبه الجزيرة العربية في الوحدة ما بين النشأة إلى العالمية، أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام لحد ما ظهر الإسلام عن طريق جبريل عليه السلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أشوفكم إن شاء الله في الدرس الثاني بإذن الله لمادة الدراسات الاجتماعية.